ليه يا كورة بتعندي فيا وانا استحق؟ ليه واقفة ضدي ومعنداني ومش راضية تيجي في صفي؟ ده انا بنيت احلام وطموح، مستكتر عليا الحلم اللي حلمته. يا حظ، كان هيبقى جول عالمي وهنرجع للمباراة والله لو جت، ويعوضنا عن الهدف الرخم اللي ملوش اي تفسير اللي جابته فرنسا ده. هدف بالحظ، هدف بالحظ والله ما يستحقه. مباراة عجيبة وغريبة، والله لو كان الحظ رجلا لقتلته من اجل المغرب. انا اولا مش عايز حد يزعل، اقسم بالله المنتخب المغربي رفع راسنا وكان يستحق الصعود الى المباراة النهائية والله كمان مرة. يا جماعة كمية حظ رهيبة جدا لمنتخب فرنسا في الماتش ده. الكرة كانت معندنا بجد وواقفة ضدنا، مش لاقي تفسير والله للهزيمة. اللعيبة عملت اللي عليها كلها، احنا فخورين بيكم بجد، ومش عايزين ننسى ان احنا بنلاعب بطل العالم فرنسا حامل اللقب. الاداء الجميل اللي احنا عملناه ده قصاد فرنسا حاجة فوق الخيال. على فكرة المنتخب المغربي والله افضل واحسن ويستحق الصعود والله، بس هي دي كرة القدم، ملهاش امان. فرنسا النهارده كانت بتعاني وبيفرحوا فرحه هستيريه. المنتخب المغربي اثبت للعالم كله ان الكره الافريقيه والعربيه ليها شان اخر وتستحق القاء نظره. عشان كده احنا بنقول شرفونا ورفعوا راسنا وعلوا من سقف طموحاتنا وامانينا. بجد بجد يسلموا اسود الاطلس اللي ما خذلوناش طوال المونديال. حتى الخروج من المونديال الان امام فرنسا هو لم يعد خروج ولم يعد توديع للمونديال، لان المنتخب المغربي باقي وقدامه ان شاء الله فرصه لحصد المركز الثالث والفوز بالبرونزيه. اي نعم احنا نستحق الذهب لان المنتخب المغربي تعب واجتهد، ولكن هي دي كره القدم. ان شاء الله كؤوس العالم الجايه خلاص ما عادش هيكون مجرد حلم ان احنا نتقدم في الادوار الاقصائيه، بل هيكون هدف مؤكد لابد من تحقيقه. الاحلام اصبحت حقيقه يا جماعه بسبب المنتخب المغربي. شرفتونا بجد، كلمه شرفتونا قليله جدا على الانجاز اللي عملتوه. انتم من افضل 4 منتخبات في العالم. المربع الذهبي ده يا جماعه ليس انجاز قليل، البرازيل لم تستطيع الوصول اليه. احنا خدنا كده في طريقنا اسبانيا والبرتغال وبلجيكا واقصيناهم جميعا، وكنا قادرين والله على اقصاء بطل العالم وحامل اللقب منتخب فرنسا. سفيان امرابط النهارده اداء ولا اروع، حكيم زياش وياسين بونو. والله العظيم يا جماعه احنا فخورين بيكم كلكم واحد واحد والله، كلكم بلا استثناء. وبنقولها تاني يا جماعه، المغرب لم يودع كاس العالم، بل كاس العالم هو من ودع المغرب وهو من خسر المغرب. الاداء المميز والبطولي اللي احنا بنشوفه من اسود الاطلس يخلينا حزينين للغايه على فقدان هذا الاداء في المباراه النهائيه. مبروك عليكم يا مغاربه المربع الذهبي، والله العظيم انجاز كبير. عمالقه عمالقه في كره القدم ومنتخبات عريقه لم تستطيع فعله في هذا المونديال. بجد انا فخور فخور جدا جدا بهذا المنتخب، ومش لاقي كلام اقوله تاني غير اني فخور. بنحبكم.